السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا نشوف دلوقتي. عندنا ملف ال HTML، ملف HTML عادي جدا، يا دوب بس جواه ال CDN الخاص بالجيكويري، وده ال CDN اهوت، وده عشان اقدر استخدم مكتبة الجيكويري. وده ملف جافا سكريبت عادي جدا اسمه jQuery.js. طبعا قلنا ليه دوت جي اس؟ لان مكتبه الجيكويري مبنيه اصلا على الجافا سكريبت، وبالتالي الفايل هيكون امتداده جي اس. الفايل هيكون في امتداده جي اس. ندخل جوه فايل الجيكويري دوت جي اس، فايل فاضي ما فيهوش اي حاجه. نبدا نستارت. هنقول هنا دولار ساين، وهقول دوكيمنت دوت ريدي، وهقول هنا نفذ لي الفانكشن، ودي الستارت بتاعتي. وجوه هنا هقدر اكتب جميع اكواد الجيكويري اللي انا عايز. يبقى هقدر جوه هنا اكتب اي كود جيكويري انا عايزه. يبقى هنا قلنا الدوكيمنت لما تبقى ريدي نفذ لي الفانكشن دي، فانكشن عاديه خالص. هي دي الفانكشن، فانكشن عاديه جدا يعني. طيب انا هشرح ايه دلوقتي؟ انا هشرح دلوقتي السلكتورز. ازاي اقدر اعمل سيلكت لعنصر جوه ال HTML عن طريق الجيكويري. طيب ممتاز. هشرح ايه تاني؟ هشرح ميثود مهمة جدا اسمها هايد، ومن اسمها عن طريق الميثود ديت او عن طريق الفانكشن دي بقدر احذف عنصر او اخفي عنصر. وبرضه عندي حاجة اسمها شو، وشو ديت عن طريقها بقدر اظهر العنصر لو كان مخفي. وعندي حاجة اسمها توجل، وعن طريق التوجل ديت لو كان العنصر ظاهر بخفيه، ولو كان العنصر مخفي بظهره. طيب تعالوا نشوف الكلام ده هيتم ازاي. اول حاجة لازم اعملها في الجيكويري ان انا اسلكت العنصر اللي انا عايز اشتغل عليه. عشان كده عايزين نعرف السلكتورز بنستخدمها ازاي في الجيكويري. تعال ندخل جوه فايل ال HTML وهنعمل create لdiv. div عادي جدا، جواه تكست لوريم تكست ابسوم. div عادي خالص مفيش فيه اي حاجة. نقول له كنترول اس ونعمل ريفريش. div عادي جدا مكتوب فيه تكست معين. انا عايز اوصل للعنصر ده وعن طريق السلكتور، واعمل له ايه؟ اعمل له هايد، يعني اخفيه بس من الجيكويري. تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجه انا عايز اعمل سيلكت لمين؟ للديف ده. طيب نروح دلوقتي ونقول له هنا اعمل لي سيلكت. لو لاحظت فوق انا هنا عملت سيلكت للدوكيمنت، لصفحه الدوكيمنت كامله، عن طريق الدولار ساين، عن طريق الدولار ساين بالشكل ده كده. فانا هنا برضه هقول له دولار ساين وافتح الاقواس واضيف هنا دبل كوتيشن واقول له الديف. يبقى انا كده عملت سيلكت للعنصر. شايفين السهوله؟ شايفين البساطه؟ بساطه جدا جدا جدا. بدل زمان ما كنت بقول ايه؟ دوكيمنت دوجيت الاليمنت فايل اي دي، يعني نص طويل في الجافا سكريبت. الجيكويري بتختصر عليا كتير جدا. ده كده الجزء البسيط ده عن طريقه انا قدرت اعمل سيلكت. عن طريقه انا قدرت اعمل سيلكت. واجي هنا اقول له دوت هايد. دوت الهايد. يبقى انا هنا عملت ايه؟ قلت له العنصر اللي اسمه ديف ده، العنصر اللي اسمه ديف ده اعمل له هايد. يبقى انا هنا حددت العنصر اللي انا عايز اخفيه عن طريق ايه؟ عن طريق اسم التاج على طول. تعالوا كده نشوف هل العنصر هيختفي ولا لا. نروح دلوقتي نعمل ريفريش.
نعمل سيفنج، نقول هنا كنترول اس، ونعمل سيفنج لملف الجيكويري.js، ونروح نعمل ريفرش. تعالوا نفتح شاشة الكونسول ونشوف هل في مشكلة ولا ايه بالظبط. هنا بيقول لي دوكيمنت، احنا كاتبين كلمة دوكيمنت غلط كده، دوكيمنت كاتبينها مظبوط. تعالوا بقى نعمل ريفرش دلوقتي، وبالفعل لقيت العنصر اختفى. طب ازاي؟ تعال نفتح كده الاليمنت ونفتح البودي ونشوف هل العنصر اختفى فعلا ولا ايه اللي حصل. نقفل الهيد مش عايزينه، نفتح البودي، هلاقي ان العنصر هنا واخد ديسبلاي نون. طب انا ما ادتلوش ديسبلاي نون، هو ليه مخفي؟ لان انا قلت له اي ديف يقابلك اعمل له هايد، اي ديف يقابلك اعمل له هايد. طب انا دلوقتي لو عندي اكتر من ديف، في ديف تاني هنا اهوت، وهقول برضو لوريم تكست ابسوم واخلي دي 1 او 11، ولوريم تكست ابسوم اخليه 22، واروح دلوقتي هعمل ريفريش، هلاقي ان التو ديف دول برضو اخدوا ديسبلاي نون ومخفيين. طب ده ليه؟ لان انا قلت له في الجيكويري اي ديف يقابلك اعمل له هايد، اي ديف يقابلك اخفيه واعمل له هايد. طيب انا حابب دلوقتي اخفي اول ديف بس، فقال لي عادي ممكن نستخدم الكلاس. هاجي هنا اقول له الكلاس بيساوي، واقول له هنا اي اسم، وليكن هنا هقول له ماي ديف، هقول له هنا ماي ديف، واجي انسق الماي ديف ده، بدل ما هقول له ديف ما دام ده كلاس هقول له دوت ماي ديف، وكده انا قدرت اسلكت عنصر واحد عن طريق الكلاس. فانا لقيت هنا ايه؟ ان الكلاس اللي اسمه ماي ديف اللي هو الاول، اللي هو الديف الاولاني، اخد ستايل ديسبلاي نون. يبقى انا كده قدرت اتارجت العنصر عن طريق الكلاس. طب لو انا دلوقتي قلت له ان ده اي دي، قال لي ببساطه خلاص انت هتروح هناك في الجيكويري، وبدل ما هتقول له دوت لا هتقول له العلامه ديت. يبقى انا كده حددت العنصر اللي واخد الاي دي ده هو اللي هيحصل عليه الافكت الهايد، وهايد ده معناه يخفي العنصر زي ما انت شايف. وبالفعل اخفينا دلوقتي اول عنصر فقط، وده كان عن طريق الهايد.